وإلا كان العدو ديالك هو انت كتخربق حياتك بلا ما تحس. هادشي سميتو لوطو سابوتاج ولا التخريب الذاتي. كاين الناس كيطيحوا في الفشل مره وجوج، ولكن كاينين الناس كل ما توصلهم فرصه زوينه كيبداو يخربقوا كل شيء بلا ما يحسوا. ماشي ديما الحظ السيء وماشي ديما الظروف، بعض المرات العدو ديالك هو انت. هادشي سميتو لوطو سابوتاج ولا التخريب الذاتي. واليوم غادي نوريك كيفاش كيدير دماغك باش يحطمك بلا ما تحس، وشنو تقدر دير باش توقف هاد الشيء. شنو هو هاد لوطو سابوتاج ولا التخريب الذاتي؟ هو سلوك لا شعوري تيخلي الواحد يعطل راسو، يخسر فرصو، ويهرب من النجاحات. كيفاش؟ كيبقى يقلب على الاعذار، كيهرب من المسؤوليه، كيفشل راسو عمدا، وكيخسر العلاقات الزوينه. علاش كنطيحو في هاد الفخ؟ الدماغ ديالنا فيه مركز سميتو لاميغدال اللي فايتنا هضرنا عليها، وهي اللي مسؤوله على الخوف والحمايه. الا مريتي بشي تجربه فيها احراج، فشل، توبيخ، يتسجل هادشي في الذاكره العاطفيه ميموار ايموسيونيل. ومن بعد كل مره كتقرب من شي حاجه فيها نجاح او مسؤوليه كيصيفط لك الدماغ اشاره تيقول فيها هرب راه كاين خطر. من هنا كتولي كتخربق الفرص ديالك بلا ما تحس، وزيد عليها التربيه، الافكار السلبيه والضعف في الثقه بالنفس. دابا غنشوفوا العلامات اللي كيبانوا عند الناس اللي عندهم لوطو سابوتاج ولا التخريب الذاتي. كتخاف من التغيير، كتسوف بزاف، يعني كتبقى تقول غادي ندير غادي ندير غادي ندير وفي التالي ما تدير والو. كتدخل في علاقات اللي كتدمرك، كتبدا بحماس من بعد كتقطع، كتقارن راسك بزاف مع الناس، ديما كيبان لك راسك ناقص، كتخلي كل شيء حتى للدقيقه الاخرى. واش شي حاجه من هاد الشيء كتوقع ليك؟ ما تخافش، ماشي بوحدك، بزاف الناس كيعيشوا هاد الحاله. دابا غنمشيو للحلول اللي هي بسيطه وفعاله. اول حاجه، عرف المشكل، كتب في دفتر اي لحظه حسيتي فيها انك كتخربق. واش هربتي؟ واش خليتي شي حاجه مهمه؟ حاول تسمي كل تجربه، سمي كل تجربه. ثاني حاجه، بدل الفكره. راه النجاح ماشي خطر، المسؤوليه ماشي عقوبه، تغيير ماشي نهايه. ثالث حاجه، ديما خاصنا نبداو بخطوات صغيره. خدم على الثقه في راسك بشويه، دير تاكيدات ايجابيه كل صباح، سير مع الناس اللي تيشجعوك، وما تكونش مثالي بزاف، غير بدا واخا تخطا. راك ماشي عدو راسك، راك غير شخص مجروح ودماغك تيحاول يدافع عليك بطريقته. لكن دابا انت واعي، انت مسؤول، دير اول خطوه اليوم، وما تخليش الماضي ديالك يحكم مستقبلك. الى عجبك هذا الفيديو دير لايك، شاركو مع شي حد كتحس به كيدمر راسو بوحدو، وكتب لي في كومونتير شنو الحاجه اللي كتحس بها كتخليك تخسر فرصك. ما تنساش تشترك بالقناه، راه كل اسبوع كنهضروا على مواضيع اللي غادي تبدل حياتك خطوه بخطوه.